كابتن محمد أمين المدير الفني لنادي هليوبلس، مرحبا معنا كابتن. اهلا بيك كابتن حسام. كابتن محمد، زي ما بنقول دائما هليوبلس والرواد هو اهلي وزمالك كرة السرعة. كلمني عن انجازات هليوبلس هذا الموسم. الحمد لله هليوبلس السنه دي قدر يحقق انجازات عديده، اهمها النهارده بيكرم عندنا 7 من 14 لاعب من منتخب مصر اللي حقق بطوله العالم في بولندا، ونشأ من الاربعه اللي شاركوا برضه باسم مصر، الناس اللي حصل على الذهب في بطوله العالم. النهارده نادي هليوبلس بيتكرم بصفته اول بطوله جمهوريه في الناشئين وتاني في الكبار، واول كاس مصر في الكبار وتاني الناشئين. يمكن السنه دي احنا اكتر نادي حصل على مراكز اولى على مستوى الجمهوريه الحمد لله. توفيق دايما يا كابتن. دايما هليوبلس مشرف مصر خارجيا وداخليا بطولة العالم للأندية والتي شارك فيها نادي هليوبلس. كلمني عن كيفية المشاركة وما هي النتائج التي حققها هليوبلس في هذه النادي. هو السنه دي كانت بطوله العالم الثامنه للانديه او البطوله الدوليه الثامنه للانديه، البطوله اللي بتنظمها الاتحاد الدولي نظمها السنه دي مع برضه دوله بولندا، كانت في اغسطس اللي فات، وقدر الحمد لله هليوبلس يحصل على المركز الاول في الترتيب العام. وده برضه ودي المره الثانيه على التوالي ان هليوبلس بيحافظ على البطوله، والحمد لله يا رب نفضل بس نشارك فيها ونفضل نحافظ عليها باذن الله. كابتن محمد، هليوبلس رغم دايما متفوق بس اللي في اخر سنتين طفره في اللعب السولو ما بين علي، والسنه دي ميتو بيحقق رقم جديد، رقم عالمي، رقم صعب. بصفتنا متابعين لهذه اللعبه اللي يعدي 600 كان من ضرب الخيال ان يصل لاعب الى 600 ضرب. كلمني ماذا اعد هليوبلس للوصول لهذه الارقام؟ هو الحمد لله احنا بقالنا سنتين بالظبط غيرنا طريقه تمرين التدريب السولو، دخلنا فيها ادوات مساعده. حضرتك عارف طبعا بصفة حضرتك بطل دولي قديم ومن ابطال اللعبه، عارف ان اللعب السولو هو عباره عن منافسه قويه جدا تخضع لقوه اللاعب وقدرته البدنيه وسرعته، ودي كلها عوامل لياقه بدنيه لازم ننميها بشكل معين. فما قدرنا نطلع بيها، قدر ميتو وعلي او محمد ابراهيم ناجي وعلي انهم يكسروا 600 كذا مره في البطولات المحليه وفي تصفيات المنتخب وفي بطولات العالم، والحمد لله لسه محمد ابراهيم ناجي كسر نفس الرقم في بطوله الاتحاد في التصنيف الاولى من اسبوع. كابتن، بطوله العالم للمنتخبات، سواء حضرتك احد او عضو اللجنه الفنيه بالاتحاد الدولي لكره السرعه، مشاكل سمعنا عن عدم مشاركه مصر في بطوله العالم بتونس. مصر القطب الاكبر في كره السرعه، بلد المنشا والرياده، حال عدم اشتراكها ممكن يضيع المركز الاول من مصر. هل ممكن تلغى البطولة أو تؤجل إذا لم تشارك مصر؟ حضرتك شايف إزاي؟ هو بصفة الرئيس اللجنة الفنية في الاتحاد الدولي أقول لحضرتك إن بطولة العالم السنة دي هتبقى من أكبر بطولات العالم في تاريخ اللعبة. عندنا بالظبط لغاية دلوقتي اللي أكدوا المشاركة في حدود 20 دولة ومرشح العدد لزيادة. البطولة تونس عدت لها عدد قوي وكبير. لغاية دلوقتي ما جالناش أي إخطار رسمي في الاتحاد الدولي بعدم مشاركة مصر، وأتوقع مشاركة مصر يعني، وإحنا نتمنى مشاركتها لأن دي لعبة مصرية ولازم تفضل لنا الريادة، يعني بغض النظر عن أي حاجة تانية. الريادة هي مصرية، وإحنا بننشر لعبة في العالم كله باسم مصر، فبالتالي صعب قوي وما ينفعش إن مصر ما تروحش. كابتن، حضرتك أحد الخبرات، عاوز قول لي الفرق الصاعدة، هليوبلس الرواد وهليوبلس، ماذا عن باقي الفرق؟ لا، هو الفرق اللي بتنافس كتيرة، يعني الظهور بينافس بقوة، قدر يرجع تاني. الظهور كان بينافس هليوبلس على المركز الأول لسنوات كتيرة وحضرتك عارف كده كويس. في عندنا فريق الصيد ابتدى يرجع تاني. في فرق كتيرة صاعدة، في فريق نادي الصفوة في الشرقية. لا، في مقاولين العرب عامل قاعدة ناشئين عملاقة. وادي دجله ابتدى يعمل قاعده كبيره. لا، في فرق كتيره جدا والميداليات ابتدت تتوزع. هو من 4-5 سنين كانت المنافسه قويه جدا ما بين هليوبلس والرواد او الرواد وهليوبلس، لكن ابتدت الانديه تدخل معاهم وتاخد شويه من الميداليات. الفروقات كانت كبيره جدا، دلوقتي لا، الفروقات بقت قليله ما بين الفرقتين دول واللي بعدهم، واتوقع في السنين اللي جايه ان فرق كتيره هتدخل والمراكز هتتبدل تاني. كابتن، كنا دائما نبحث عن نشر هذه اللعبة. الآن تكاليف اللعبة أصبحت قريبة من تكاليف ألعاب مكلفة. يعني أنا كنت بقول إن المضربين والجهاز والكورة والمساحة الصغيرة هي أهم ما يميز هذه اللعبة. الآن اللعبة
اصبحت تكاليفها عبء على الاسره المصريه، اللي كنا زمان بنقول ان اميز حاجه في كره السرعه انها رخيصه الثمن. هي لغايه دلوقتي لعبه رخيصه الثمن، في ادوات كتيره جدا، هو بس الادوات اتطورت. الكوره والمضرب ثمنهم زي ما هو من 10 15 سنه، بالتالي ما فيهمش اي تغيير. التغيير في الجهاز طبعا حضرتك عارف ان الاجهزه اتغيرت ومستوى بقى احسن شويه. الجهاز عدى ال 1000 جنيه، لكن في اجهزه برضو بتاعت زمان موجوده وباسعار قريبه من زمان. فاللي عايز ينشر الرياضه ويلعب مش لازم يروح الحاجات الغاليه، ممكن يشتري جهاز ب 200 جنيه ب 300 جنيه ويبتدي ينظم حاله او حال ناديه بمستوى انفاق قليل شويه في الاول، ويطلع بعد كده إذن في جهاز ب 200 جنيه نحن على الهواء، انا عاوز اجهزه من 200 جنيه. انا مش عارف بالظبط السعر كام، لكن هو في الحدود دي، واقدر بعد البرنامج اوصل حضرتك بالناس اللي بتصنع الاجهزه دي وبالاسعار دي فعلا. ان شاء الله يا كابتن، نتمنى لكم التوفيق، نتمنى لكره السرعه الانتشار، نتمنى ان نادي هليوبلس دايما يكون نادي الاول في مصر او ربما الاول والثاني. ربنا يخليك، واحنا نتمنى صراحه للعبه تنتشر اكتر واكتر جوه مصر وبره مصر، ونتمنى ننشرها، نلاقي مدربين وحكام ولاعيبه وادوات المصريه في كل دول العالم وتبقى باسم مصر. ان شاء الله يا كابتن. نشكر حضرتك. شكرا يا كابتن حسام.